السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللاعب اللي بيكون ضده في الدوري المحلي صحيح. فهاي الروح وهاي اللي بندور عليه، انه نكون كلنا خلف المنتخب الوطني، وان شاء الله القادم بيكون افضل وافضل لانه عندنا الافضل. ممتاز. دعونا نشرك زميلنا محمد سعودون الذي يتواجد في ارض الملعب. محمد، مساء الخير مرة اخرى، الف مليون مبروك لهؤلاء النشامة يا محمد. شكرا لك طارق، تحية لك، تحية لهذا النجم. ألف مبروك ألف مبروك. هذا كابتن حسين عموتة الذي حاولت. كابتن، أول شيء ألف مبروك. الكل يغني باسمك، الكل يهتف باسمك. أنا استمعت جيدا للمؤتمر الصحفي، ذكرت المؤتمر الصحفي بأنك لا تستمع لوسائل الإعلام، أنك لا تكترث الانتقادات، أن الانتقادات جزء من عمل مدرب كرة قدم. الآن تحقق أكبر إنجاز في تاريخ الأردن الرياضي بالوصول إلى نهائي كأس آسيا، ما هو شعورك؟ أنا سعيد، يمكن أسعد مدرب يمكن في القارة وربما في العالم، لأنه يمكن يوم تاريخي بالنسبة لنا، وأنا دائما أؤمن على أنه عمل جماعي صراحة. كل الشكر وكل التقدير للاعبين اللي اليوم صراحة كانوا في واحد المستوى عالي. الخصم لم يكن بالخصم السهل، لكن احنا امنا على انه عندنا حظوظ. ويمكن الخطاب اللي كان يوم امس والكلمه اللي كانت يوم امس هو انه يجب ان لا نبالغ في احترام الخصم اكثر من اللازم. يجب ان نؤمن على عندنا حظوظ، والحمد لله انه شفنا اليوم على انه كانت يمكن اكبر الفرص في عدد كانت لصالح منتخبنا، والحمد لله يعني هدفين امام كوريا ليست بالسهل. الحمد لله تنتمنى اننا نستمروا في هذه الانتعاشه وفي هذا الايمان وفي هذه الثقه الكبيره، على اساس اننا نكونوا حاضرين. تعالوا بس سؤال اخير قبل ما تمشي، خليك معي. فزت بالتشامبيونز ليج الافريقي، فزت بالكونفدراليه، فزت بكأس أفريقيا للمحليين، فزت بالدوري القطري، فزت بكل شيء. هل هذا أهم إنجاز بالنسبة لك في مسيرتك الكروية بصراحة؟ هو صراحة يعني كل إنجازات مهمة، لأنه دائما تأتي بالصعوبة وبالعمل الجاد وبالضغط. وأنا أظن أنه اليوم هذا إنجاز أنا أظن ممتاز بنا، اعتبر أنه إنجاز اللي هو قاري. لكن أنا أظن كل إنجازات الأهم فيهم هو أنك تستمتع أو ربما تحصد المجهودات اللي قمت بها أنت والمجموعة، وهذا تيبين الأهمية والثقة ديال التأثير وديال العمل اللي هو جاد. الحمد لله أنه اليوم في واحد المستوى اللي هو كبير، وإن شاء الله تكتمل الفرحة إن شاء الله بإنجاز كبير إن شاء الله. نقطة أخيرة، قبل تقريبا 20 أو 23 سنة ركبت معك في الباص متى نتوجه نهائي كأس العهد، كنت أصور في الفيديو، قلت لي أنا مركز أسوي معك لقاء بعد ما نفوز. حققت أول لقب لنادي قطر من 25 سنة. نادي قطر صحيح، وفي نفس السنة طلعنا الثاني في الدوري صحيح. لقب كان جدا ممتاز، وكان ربما رجوع نادي قطر للواجهة بعد يمكن الغياب أظن يمكن أكثر من 15 سنة بدون ألقاب، ورجعنا بقوة. ولكن دائما أنا صراحة أؤمن بالعمل الجماعي. الحمد لله رب العالمين. يا ديانا كابتن محمد، الله مبروك يا أخي، الله يخلينا إياك يا رب. والله ألف مبروك كابتن. شكرا كابتن، ألف مبروك. مبروكين جميعا. الله يعطيك العافية. ايش الكلمة اللي توجهونها للشعب الأردني اللي يشوفكم؟ بنحكي لكم بإذن الله تعالى طالما أنتم معنا زي هيك والجمهور هذا، احنا ما راح نفشلكم وراح نشوفكم في النهائي بإذن الله تعالى، ومش قريب مش بعيد علينا الكأس إن شاء الله. كلمة واحدة، نحن في خدمة الوطن والشعب بإذن الله. كابتن، كلمة بعد هذا الإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة الأردنية. كلنا فخر رفعوا والله التاريخ حكينا قدرنا هذا. النية صافية ما شاء الله عليهم الشباب، بيرفعوا الراس. الفخر اللي بقلبنا كلياتنا كأردنيين صعب نوصفه. ألف مبروك. لسه المهمة ما انتهت المهمة. طموح الآن الكاس واضح من أول يوم حكينا مباراة نغلب ما تنتهي المهمة وناخذ الكاس.
هذول الشباب بيستاهلوا بيرفعوا الراس. المباراة الودية كانت انتقادات كثيرة على حسين عموتة، الآن رديتوا على كل المشككين بهذا الأداء وبهذا الإنجاز التاريخي. كانت بداية مسيرته معانا وغير أسلوب اللعب كلياته، بتاخذ وقت الشغلة. الحمد لله الشباب التزموا والثقة عالية فيه وهو ثقة عالية فيهم، الثقة بتفرق كثير. حكينا بقبل الروح المعنوية عند النشامة عالية كثير. وفي المواهب ما ننسى، ما بنفع الروح لحالها، نكون المواهب مع الانضباط مع الروح نشوف النتائج بالاخر. الف مبروك كابتن جمال محمود، كابتن ياسر القحطاني، الجميع في الاستوديو يهنونكم ويقول لكم الف مبروك. واحد والشباب طالبين موسى التعمري اذا في مجال. الان كلامي مع عبد العزيز. اهلا ومرحبا بكم اصدقائي صديقاتي في قناتنا وقناتكم ميد كابيتال، ويا رب دائما ان شاء الله تكونوا في صحه وسلامه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. سنشاهد نصف نهائي كاس افريقيا، نصف نهائي حارق بين دول منتخبات افريقيا الاصل. في مفاجاه، لا يوجد منتخب من شمال افريقيا، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، يعني خروج مبكر لهذه الفرق، ولكن يعني هناك فرق عملاقة كمنتخب نيجيريا وكذلك منتخب الإيفوار. فالمباراة الأولى ستكون بين نيجيريا وجنوب إفريقيا على استاد لابي بالعاصمة الإيفوارية سان دييغو. أصدقائي الكرام، فستكون مباراة حارقة بين المنتخبين، منتخب يعني حصان أسود في البطولة جنوب إفريقيا، وكذلك منتخب كبير وعملاق إفريقيا، 7 نهائيات تقريبا لجنوب إفريقيا أو لنيجيريا، يعني توج منها 3 مرات. فكنظن يعني الكفة يعني شيئا ما لنيجيريا بحكم الخبرة والتاريخ وكذلك حتى اللاعبين. أما في مباراة أخرى، ساحل العاج تستضيف الكونغو الديمقراطية على ملعب أليسان واتارا. ساحل العاج يعني صراحة أحيت آمالها، يعني بعد ما كانت ستغادر البطولة. يعني المغرب أهداها فوز ثمين على زامبيا، وبهذا يعني تكون تأهلت إلى الدور 16 بمعجزة كبيرة، يعني شفناها مع مباراتها مع السنغال غينيا، كذلك يعني التأهل ديالها أمام مالي، تأهل دراماتيكي في الأنفاس الأخيرة. فشفنا هدف فوفانا الأخير في الدقائق الأخيرة، يعني أحيا أمال ساحل العاج للتأهل إلى النصف النهائي في مواجهة صعبة بينه وبين الكونغو الديمقراطية. فكونغو أصدقائي الكرام بقيادة دو صبر يعمل عمل جيد، كذلك لاعبين خبرة ينشطون في الدوري الفرنسي وكذلك الإسباني، وبعضهم في الدوري الألماني والإنجليزي. فغنشاهدوا مباراة رائعة بين الفريقين، وكذلك يعني أرشح الكفة يعني الإيفواريين على الكونغو الديمقراطية. فالكونغو الديمقراطية صراحة عملت شو كبير في هذه البطولة الإفريقية، ولكن تبقى ساحل العاج يعني كفتها كبيرة تاريخيا وكذلك في عدد البطولات على الكونغو الديمقراطية. فكنظن أننا غادي نشاهدوا نصف نهائي حارق، وفي رأيي الشخصي يعني كنتوج النهائي يعني المنتخبين ساحل العاج ونيجيريا في النهائي، وسيكون نهائي يعني عالمي بين كبار وعملاقين إفريقيين.